السلام عليكم، وحشتوني جدا. المفروض الفيديو ده كان ينزل لك بدري عن كده، بس انا راحت عليا نومه بصراحه. المهم انزل اعمل لايك واشتراك، وفي اخر الفيديو يبقى اديني رايك. يلا بينا. بدا ماتش الزمالك ونهضه بركان بحسام عبد المجيد، ودي حاجه كفيله تبث الرعب في قلبك. ما تفهمش هو هيجيب في الجول ولا هيلبسك بيلين ولا ايه بالظبط. واعتمد جوزيه جوميز على تكتيك مشموم او خطه في بيس، ما تفهمش. المهم انها حاجه مش خير فخسر. اما معين الشعباني فقرر ينقذ السمعه بعد ما ضربنا الوداد وقتلنا الرجاء وفطسنا النهضه. المهم الشوط الاول كان شوط مبزر كده ومليان بلاوي. بدات في الدقيقه 10 بعد محاولات كثيفه من حسام عبد المجيد عشان يجيب بيلين، وفعلا نجح. في المحاوله الثانيه جاب بيلين علينا، ما شاطوش زيزو، شاطها واحد اسمراني رفيع وهوبا 1-0 لنهضه بركان. وبعدها الزمالك يقفل نص ملعبه وما يهاجمش ولا يدافع، عشان في الدقيقه 32 تيجي ركنيه يرفعها واحد عامل شعره قط تقريبا، توصل لواحد لابس برتقاني اللي يشوطها بالهيد وهوبا 2-0 لنهضه بركان. وبعدها شويه حاجات ملهاش لازمه، فقررت ادي لك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر معزوفه البتاع اللي تحت الورق الفويل. كامل الجمهور ازيد 90,000. He said we will play with the best fuck club in the world. الكابتن انيميا بيودع في التسخين، حد ينقذه. يا سلام، عشبة الكرومبي الشتوية، بس حد خفف لها الجناب ولا ايه؟ ما تشغلوا لنا حاجة اكشن للفنانة روبي، بلا بركان بلا زلزال بلا بتاع بقى. جه وقت تمرينة ليونة الفلقسة المفاجأة. حد ينزل ايدي يا جدعان، الله مالي، حد يوقف وضعية سوبرمان بتاعتي دي. المدافع ايه غير لمسات سحرية؟ خدوا حبة سحر. هو المدافع ايه غير قطعات مهمة؟ هو ايه المدافع ده؟ ايه يا ابني العبط ده؟ اصل الصفائح التكنونيه لمست مع الفلزات الارضيه فعملت انفجار. حتى بص، انا غريب مفيش ميه. في المواقف دي مدربي قال ما تطلعهاش ايه؟ ما تطلعهاش ما تطلعهاش ركن، ما تطلعهاش في الركن البعيد الهادي. خدوا ركنيه، انا مش مغفل. ركله بيتر المكرمش اللي يلمسها برجل امه اسمها بهجت صابر. هي الحكمه بتقول القطره تغلب الشجاعه، ولا احط لها قطره واسيبها فتره، ولا ايه بالظبط؟ ما فيهاش حاجه. انا بطالب بعداله الكابتن ابراهيم نور الدين، هو قال لي دي تبقى رميه تماس. بيلين احسبها، بس انا اللي هشوطها بتاعتي الحاجات دي. عواد خد، انا مش عارف هو بيشوطها فين، بس تقريبا شمال. طب امشي يا شمال. كيفاش عرفوا مضمون التيفو؟ ولا مش دور وانا بدي افهات في حته غلط ولا ايه؟ عواد انت عارف في بركان بيشوطوا البلينات ازاي؟ ها، انا الاول على الجيولوجيا ضبط الويلي، والقشره الارضيه بالديسيبل الحركي بتقول انها يمين. طيب معين الشبعاني، انا بحذرك، الاهلي ناوي يعض الاكس بتاعتك. انا شايف ان مفيش احسن من تهدئه الملعب. اصلا هنوتره ليه واحنا استحوذنا 13%؟ انت مبصيله كوره بنج يا حمدي؟ لا مش الصغيره دي، بنج بجد. اصله كمل الهجمه على وشه. ايه ده محمد عبد المنعم ده ولا مين ده؟ الله ايه يا نمبر 1؟ الحمد لله على السلامة. وصلني بقى لايك، شيرت عليه، اشتراك، اي حاجة، عشان دي اللحظة اللي بقول لك فيها اثناء متابعتي للشوط الاول والتاني لفت انتباهي حارس بياخد الكلين شيت بالستر. القفاز الذهبي في ايده برونز. اخر تصدي مستحيل عمله كان بره ال18 وكان بايده، عشان كده كان مستحيل لان بره اللوايح. محمد عواد ركز في السحر وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلانا نلجأ للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوره في المغرب ومصر ومجمع براكين الفلبين. محمد عواد كاهن فرعوني من الاسره 26، هدفه عوده الاجداد وتدمير سر التحنيط. فلو بصيني على عدد الانديه التي لعب لها محمد عواد سنجدها 4، وعدد المباريات التي لعبها مع مصر 4 ومصر سر قدسية الرقم 4 عند المصريين القدماء، ومنها تطهر الكاهن 4 مرات بالماء، وأن الأهرامات لها 4 اتجاهات. الكاهن، الأهرامات، الكاهن الذي يهتم بالطقوس الدينية في مصر القديمة. الأهرامات هرم خوفو الكاهن خوفو الذي اشتكى للملك من يوزر سيف في مسلسل يوسف الصديق أحمد صديق الذي لعب في الإسماعيلي الذي لعب له محمد عواد. تمساح بطة طبق محشي بالهيروغليفي. طب خد الشيقة، عثر على لوحة فرعونية في الإسماعيلية تعود للأسرة 26 الإسماعيلية. 26 هو عمر محمد عواد أثناء لعبه في نادي الإسماعيلي، وبضرب الرقم 4 الرقم المقدس عند المصريين القدماء في 26 تصبح النتيجة 104 هو عدد المباريات التي لعبها محمد عواد مع نادي الإسماعيلي. مانجا دخول النهي. لعب محمد عواد لنادي الوحدة لمدة عام واحد. الوحدة عام واحد. التوحيد
المصريين القدماء اول من عرفوا التوحيد على يد الملك اخناتون، وبشق الخيوط اذن محمد عواد كاهن فرعوني من الاسره 26 هدف عوده الاجداد وتدمير سر التحنيط. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه العظيمه دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامه، العوده الجميله. عشان ننجز لازم احكي لك اللي حصل في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان عامل زي حماسك وانت على السرير، اللي هو انا هخس وهشرب اللبن وهاخد كورس انجليزي وهغير من حياتي، وفجاه تغطيها وتنام. وده ظهر في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني بعد كره توصل لزيزو يبص ويعرضها للجزيري، هوبا 2-1 لنهضة بركان. وبعدها مفيش حاجة مهمة فقررت اديلك المهم. خد ملخص الشوط التاني من وجهة نظر الراجل اللي انت مش عايز توصله ولا بتعمله لايك ولا شير ولا تعليق ولا اشتراك. وسعوا للفارس البياضة، مفيش حاجة اسمها نهضة هنا، لا سد ولا نادي ولا اقتصاد، وربنا يستر. يا لو كنت شديت الاسترتش بتاعي كان دماغي خرقت الشبكه وبقت شبه كراسه الرسم البياني. وسع للكور السم يا عم. كور سم ايه؟ انت بتلعب التتار. الار2 والترافيل اهم دلوقتي. احنا قفلناها لك ضربه ومفتاح يمين وشمال. الله، ده اللاعب الطفاشه ده ولا ايه؟ يا نهار ابيض، الكره العاليه اللي هديها هيدي تاني. ضحكت عليك. حد يضربني بقى، خلوا المهمه تكمل. رجعوا لنا الاستحواذ ما تاخدوا غضب البركان. اوف. وبعدين بقى انا اخر اختبار اجتازته كان بتاع الرخصه، انا فقدت الثقه. انت اتجننت، انا ما حدش يدخل فيا اكتر من جولين. انت عارف انهم مسميني مارادونا؟ اوه عشان حريف؟ لا، عشان بباصي للاشباح. استلم يا جدي. حبيت تكون اللقطه دي مسك الختام وما اقولش حاجه بعدها. عاشوا الرجاله. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك. وثلاث نقط، نص مهمه ومهمه ثم الاهم. النص مهم ان انا عامل دايت بقالي اسبوع واخد بالك من التاثير. الثانيه ما تنساش كومبو الوصول بتاعي. الثالثه ودي فعلا الاهم انك ما تنساش تدعي لاخواتنا وتتابع اخبارهم كويس، وسيبك من البحير العبيط وابو حمالات دي، كل دي وسائل الهاك عن الاهم. بس كده، مع السلامه.